بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا النبي محمد عليه افضل الصلاه والسلام. النهارده بقى ايه؟ اهم حاجه ما تنسيناش، اهم حاجه في اللايك بالله عليك لو الفيديو عجبك. نبدا معاكم. يلا برج الميزان. نبتدي نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم عشان ما اطولش عليكم. بالنسبه لبرج الميزان اهو، بص يا حبيبي اهو، انت عندك برج الميزان بالنسبه للطبق عندك بص اعداء كتير اهو. اول حاجه اهو، اعداء دولت من دمك انت، يعني مش ناس غريبة عنك، دول ناس عندك من دمك من اهلك. وعندك كمان اهوت، عندك ان شاء الله في عندك، بس انت يا برج الميزان عندك ايه؟ بص زعل قهرة في كسر عندك، هي برضه هيت اهو، شايل حمل جبال بمعنى اصح اللي بقول اهو. شايفين انت شايل حمل جبال، يعني انت عندك شايل كتير يا برج الميزان. وكمان يعني انت كمان عندك ايه؟ انت بتفكر كتير، عندك تفكير كتير في وفكر شاغل بالك على طول اهوت. وعندكم ناس فيكم منفصلة، في انفصال برضو اهو. وعندكم كمان بص ان شاء الله في بعض منكم في محكمة او محكمة. المحكمة ديت زي على ورث او حاجة عائلية، يعني ايه؟ يعني هي تبع الحياة العائلية، مثلا ايه الطلاق يعني لا قدر الله، يعني ورث او حاجة زي كده، يعني هي عائلية، مش من بره يعني مش حاجات مثلا على قضية ولا حاجة، دي قضية اللي هي بالنسبة لايه الورث او طلاق او حاجه، يعني ربنا يعافي ان شاء الله خير باذن الله، ربنا ينصرك عليها باذن الله. وعندك حرف الدبليو اهوت، عندك حرف الدبليو، والدبليو ده انت ربنا يكرمك ان شاء الله. حرف الدبليو ده يعني حد عزيز عليك كمان اهو. بس بالنسبه للمحكمه اللي انت هتروح فيها ان شاء الله ربنا ينصرك عليهم باذن الله، ان عندك التجاوز، ربنا نصرك في الموضوع ده، ان ربنا هيكرمك فيها باذن الله وهتطلع منها باذن الله. ديت اللي انت ايه ان شاء الله هتطلع من يعني من القضيه دي ان شاء الله على خير باذن الله ان شاء الله. وعندك طبعا حسد وغيرها موجود دايما اهو، عندك حسد اهو، وفي بص اهو كلام اهوت اهو، شايفينه؟ عندك كلام وحاجات كتير، في يعني ناس كتير مستقصدالك، اعدالك مترصدالك، بس ان شاء الله خير، ربنا ينصرك عليهم باذن الله. نيجي بقى بالنسبه للفنجان برضو بسم الله. انت كمان عندك بص ان شاء الله، ان شاء الله بص عندك اهو، استنى ما اجيبها لك بالظبط. برج الميزان ان شاء الله اهو، برضو عندك اهو، شايفين؟ عندك ان شاء الله عندك فرج قريب، فرج ان شاء الله، دي بتطلع من الضيقه اللي انت فيها. بس انت عندك دايما يا برج الميزان دايما عندك دموع، شوف الدموع نازله فين؟ في الفنجان من تحت. يعني انت دايما عندك زعل، قهرة، كسرة في حاجة يعني شغلة بالك اليومين دولت، بس ان شاء الله ربنا يطلعك منها بإذن الله على خير يا برج الميزان بإذن الله. وعندك كمان احنا اللهم صل على النبي، ان عندك انت قضيه، احنا قلنا طبعا القضيه اللي احنا قلناها هتبقى ظاهره لك برضو كمان في الفنجان، يعني ان شاء الله ربنا ينصرك عليها. في عندك كمان امضاء عقد اهو، عندك امضاء عقد، هتمضي عقد، بس انت ان شاء الله لازم العقد ده امضيه وانت مطمن، لان ده هيفك عنك يعني ده حصاد 2023 ان شاء الله، اللي هو بتاع 2022 ده حصاد بقى 2000، يعني ان شاء الله ده الحصاد بتاع السنين اللي فاتت، ان شاء الله العقد اللي جاي لك ده عن قريب باذن الله، بس ان شاء الله لازم تمضيه يا برج الميزان عشان ربنا يفرجها عنك ان شاء الله. بالنسبه كمان انت عندك يعني ايه؟ عدو كمان اهوت من عندك كمان عدو من دمك، هو ده يعني ان شاء الله، يعني ده مش رايد لك الخير خالص، يعني دايما مستقصدك. يعني مش عارفه، هي في واحده هنا دايما قاعده لكم على طول، قاعده تستنى لكم الشر تاذيكم، عامله قلبها عليك، وهي اصلا مش بتحبك خالص، يعني وتتمنى لك كده اللي انت يعني ايه يجرى لك اي حاجه وحشه، اي حاجه مش كويسه، بس ربنا ينصرك ان شاء الله عليهم. وعندك كمان طريق في العمل ان شاء الله، بالنسبه للعمل باذن الله ربنا يفرج عليك سكتك، ما شاء الله طريقك سالك
ما شاء الله عليك. هو بس شويه في شويه بس ناس كده معطلين الشغل بتاعك، بس يعني في طريقك ان شاء الله، بس ربنا يعني موسع لك الطريق ان شاء الله، كلهم هيروحوا بعيد عنك باذن الله. ربنا يطلعك منها ان شاء الله على خير. انت ما شاء الله طاقتك حلوه، سنه 2023 ان شاء الله بدايتها خير باذن الله. فانت بس استخير ان شاء الله، ربنا الطاقه دي ربنا يفكك منها باذن الله على خير. وغير كده كمان انت يعني ايه، بص انت دايما بتحارب دايما ناس كتير عدوينك، يعني انت دايما عندك اعداء كتير، بس الاعداء دي اكترها من دمك يا برج الميزان. اهم دي اهو زي ما انت شايفين اهي، شوف واحده اهي اللي انا قلت لك عليها مترصده لك على طول اهي، طالع منها نار. يعني ايه دي؟ انت في نار عندك في حياتك اهي، شايفينها اهو، طلع منها نار عليك انت، يعني هي عايزه تفتح النار عليك من جميع الابواب، بس ان شاء الله ربنا هيطلعك منها على خير يا برج الميزان. بس يعني وانت ان شاء الله كمان ان شاء الله اهو، بص عندك يعني ايه، في عندك كمان حرف احنا قلنا حرف الدبليو قبل كده ظهر لك في الطبق، وهنا برضو حرف الام اهو طالع برضو ظهر لك تحت اهو. اهو حد برضو الام ده بقى عدو ليك، يعني انت واحده من بحرف الام او واحد يا برج الدلو، هو ده اللي عندك يا برج الميزان قصدي، معلش. دايما مترصد لك في حياتك، يعني دايما حاشر نفسه في كل حاجاتك. فانت حاول ايه تطلع يعني تحرص من حرف الام ده، وخلي بالك منه، لان هو جاي لك يعني ده على طول في حياتك، لازق في حياتك، هو ده او هي ديت اللي عامله كل المشاكل اللي بتحصل لك دي. فكده الفيديو خلص معاكم وخلاص كده، واهم حاجه ما تنسوش بقى في اللايك بالله عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.